هاقول لك على 5 حاجات في الكمبيوتر بتاعك هيغيّروا تجربة استخدامك 180 درجة. الUSB الألوان اللي أنت شايفها دي بتبقى موجودة في أغلب الأجهزة، بس ما سألتش نفسك ليه الاختلاف ده أصلًا في الألوان؟ البداية يا صديقي كانت مع اللون الأسود. الUSB 2 ده سرعته كانت بطيئة جدًا، اوعى يا صديقي تحط فيه فلاشة علشان تنقل أفلام أو ملفات كبيرة، هتقعد جنبه للصبح. ده بيتحط فيه الماوس والكيبورد والبرينتر، الحاجات دي مش محتاجة سرعة. اللون الأزرق السرعة بتاعته بتوصل ل5 جيجا بايت في الثانية، ده المدخل السريع اللي تستخدمه لنقل الملفات من وإلى الفلاشة أو الموبايل بتاعك. نيجي بقى للوحوش الجديدة، الأزرق السماوي وده بيدي ضعف سرعة الأزرق العادي. الأحمر وطبعا من لونه أكيد عرفت إنه أسرع واحد فيهم كلهم، سرعته ممكن توصل ل 20 جيجا بايت في الثانية. وفي اللون الأصفر وده مش شائع قوي، وده ممكن يشحن موبايلك والكمبيوتر مقفول وبيدي أمبير عالي. كده يا صديقي أنت عرفت الاختلاف بين الألوان بتاعة الUSB علشان لو حبيت تنقل حاجة من الفلاشة أو للكمبيوتر تاخد أعلى سرعة نقل منهم. نيجي بقى للفيديو بوردز أو مداخل الشاشة. نبدأ بالعجوز المناضل VGA، ده المدخل الأزرق اللي بيبقى فيه مسامير وبيركب بصعوبة دايما، بس ده يا صديقي مدخل أنالوج، يعني من الآخر بيعتمد على إشارة قديمة وما بيطلعش صوت، وآخره يديلك صورة فول HD بالعافية، وكمان بيكون فيها شوية شوشرة كده. نيجي بقى للمشهور عالميا ال HDMI، ميزته ان هو بينقل صورة وصوت مع بعض بجودة عالية جدا. بس خلي بالك يا صديقي ال HDMI انواع، لو النسخة قديمة زي ال1.4 اخرك في الشاشات 60 هرتز، والنسخ الحديثة زي ال2.1 ممكن تشغل لك 4K على 120 هرتز. نيجي بقى لوحش الجيمنج والمونتاج، الديسبلاي بورت. لو انت بتلعب العاب كتير او بتشتغل مونتاج كتير، ده اختيارك الاول يا صديقي، ده لانه بيدعم ترددات خرافية، يقدر يخلي شاشتك ال 144 هرتز تطلع كل طاقتها من غير ما تحس بأي تقطيع في الصورة، وهو المستقبل في عالم الكمبيوتر. نيجي بقى للوحوش اللي ما ينفعش تتحط في مقارنة، التايب سي والثاندر بولت. لو شاشتك فيها مخرج تايب سي أو ثاندر بولت فأنت تقدر تعمل 3 حاجات مع بعض وبسرعة تتخطى 80 جيجا بايت في الثانية. بينقل صورة توصل ل 8K، بينقل كل أنواع البيانات، ولو موجود في اللابتوب فهو بيشحن اللابتوب بتاعك وهو شغال، وكل الحاجات دي في سلك واحد بس. يعني لو وصلته بأي شاشة يقدر يحول لك الشاشة دي لمحطة نقل بيانات متكاملة. فلو انت عندك مدخلين من المداخل دي في البي سي بتاعك تقدر تستخدم أسرع واحد فيهم بحيث انك تاخد اكبر سرعه ممكنه. الثاندر بولت بيبقى موجود عليه علامه الثاندر اللي هي علامه البرق دي، والتايب سي ما بيبقاش موجود عليه علامات. نيجي بقى للاس اس دي الساتا اللي هو بكابل زي ده كده، بيبقى ليه اكتر من مدخل في المذر بورد، وبيبقى ليهم الوان مختلفه زي اللون الرمادي والازرق والاسود، وكان اللونين دول بيدلوا على اسرع مدخل اللي هو الساتا 3، والاسود الابطا منهم وهو الساتا 2. ولو انت موصل الاس اس دي بتاعك على المدخل الاسود هتاخد نص سرعته. لو عملت تشيك على الجهاز بتاعك دلوقتي ولقيت الوصله اللي متوصله بالاس اس دي هي الوصله السوداء في المذر بورد، غيرها بالوصله اللي لونها رمادي او ازرق. لو انت المذر بورد بتاعتك قديمه شويه هتلاقي فيها الكلام ده، ولو مذر بورد حديثه فغالبا ما بيبقاش فيها التفاوت الكبير في السرعات، وبيبقى كل المداخل نفس السرعه. وبس كده يا صديقي، ما تنساش تدوس اشتراك ولايكك الجميل لو الفيديو عجبك، ويلا سلام.